عمال بيزن بس هي عمالة تلحس فيه. مرة واحدة هتلاقيه هدي خالص ونام. الحمد لله النهارده موكا ولدت، انا اتبسطت بيها جدا طبعا. يعني الحمد لله ان هي ولدت بالسلامه طبعا وكل حاجه. اول حاجه لازم تعملها ان انت ما تكونش خايف، تحاول تمسح الجراوي بالراحه كده وتنضفها، تحاول تقربهم منها، تحاول تقربهم منها بالراحه طبعا وكل حاجه. اهم حاجه تمسح صدرهم وتنشف الميه اللي عليهم. انتوا واخدين بالكم انهم عاملين يصوتوا لان هم سقعانين؟ تمام. انا ما خدتش بالي ان هي كانت ولدت بصراحه، اول ما لحقتها كانت جابت اتنين. تمام. فمسحتهم ونضفتهم خالص واحاول اقربهم ان هم يرضعوا. لازم يرضعوا في اول ساعه، تمام، عشان جسمهم يبدا يشتغل. تمام. اول ما يرضعوا ما يبدا جسمهم يمشي فيه الدم شويه، فيبدا جسمهم بدا يدفى شويه. لكن طول ما هم ما يرضعوش هم سقعانين ممكن يموتوا. لازم ترضع الاول، يمسكوا الحلمه وتتاكد ان هم مسكوا الحلمه، تفتح بقهم كده بالراحه. اول ما تمسكوا الحلمه وتبدا تهزها يمين وشمال عشان يبدا ياخد اللبن بالراحه جدا. وما يمسك خلاص تطمن ان انت كده عليه باذن الله. في حاجه طبعا لو اي حد مبتدئ ممكن يكون ما يعرفهاش، يعني الكلبه لما بتلحس الكلب من بطنه او بتلحس الحبل السري بتاعه بتنشط الدوره الدمويه في جسمه. يعني اول ما الكلبه تيجي تلحس الكلب هي بتنضفه اول حاجه، تنشط الدوره الدمويه في جسمه عشان الدم يقدر يتحرك في جسمه. لو الكلب ما عملش حمام، اللحس بتاعه لما بينشط الدوره الدمويه بيخلي الكلب يعمل حمام على طول. فدي يعني حاجه تخلي بالكم منها، لما هي بتلحسه هي كده بتنشط الدوره الدمويه، دي حاجه كويسه. تمام. هو كده كده اول ما الكلب يبدا يرضع وياكل هي هتقعد تلحسه كل شويه، بعد ما تلحسه هتلاقي الكلب بدا يعمل حمام. اللحس بتاع بيخلي الكلب يعمل حمام وبيخلي جسمه يستريح شويه. طبعا هنا برضو لسه الكلب ما مسكش قوي، لسه بقه ما فتحش، فقاعد جنبيه لحد ما يمسك قوي بقه يبدا يمتص اللبن كويس جدا، وبعد كده هسيبه. زي ما انتوا شايفين هجيب التاني برضه. اول ما الاولاني مسك خلاص ابدا اجيب التاني امسكه. لازم في اول ساعه كده عشان المعده تشتغل، عشان الكلاب ما يسقعوش. في ناس تقول لك الكلب بتاعي بيكون سقعان الكلاب كلها بتموت ومش عارف ايه، بسبب ان انت ما بتمسحهمش كويس. تمام. ما بتنضفش الحلمه زي ما انا نضفتها كده. لازم تنضف الحلمه الاول برضه قبل ما يرضعوا. طب ايه الفكره يعني انك تمسح الحلمه ممكن يكون عليها تراب او وساخه مثلا قديمه لو الكلب كانت ولدت قبل كده، او حتى ما ولدتش بيكون عليها ايه، تراب بسيط كده. ممكن التراب ده يأذي الكلب في معدته مثلا ولا اي حاجه، يعمل له مشاكل انت في غنى عنها. فهيحصل حاجه لو مسحتها الاول او انت نضفتها كلها. تمام. الكلب عندي لونج هير، اول حاجه عملتها اول ما اتاكدت ان الكلب حامل ده تقص شعر بطنها خالص عشان الكلاب يعرفوا يرضعوا بالراحه، ما يضايقونيش فانا في الرضاعه. فاهمين؟ يعني انا مثلا ايه، ببدا ادور على الحلمه واقعد امسك الكلب. غلط لو الكلب اخد شعر في بقه. تمام. ممكن يبوظ له معدته ويبهدلها له. لو الكلب اخد شعر في بقه اللي هو اصلا العظم عنده بيكون قليل، فتخيل بقى لما ياخد لبن ومعاه شعر كمان. انا اول ما اتاكدت ان هي حامل الحمد لله حلقت شعر بطنها على قد ما اقدر عشان اعرف اسيب مكان للجراوي يرضعوا لوحدهم. تمام. ويكون الحلمات باينه، يعني يكون الحلمات بارزه يقدروا يرضعوا على طول لوحدهم، عشان حتى لو انا مش موجود او اتاخرت مثلا في يوم يقدروا هم يساعدوا نفسهم. طبعا الجرو التالت نزلته ميت، يعني ما كانش ايه نصيب فيه طبعا. اهم حاجه ان احنا نقول الحمد لله طبعا على كل حاجه يعني. انا اول ما لقيت الجرو ده مات ما رضيتش اشيله عشان هي تبدا تركز مع اللي موجودين قدامها. لو انا شيلتها تقعد تتشتت، تقعد تدور، تقعد تقوم، مش هتكون مركزه مع الباقي، ممكن تموت الباقي بسبب واحد. انا خليته جنبها لحد الاخر عشان تكون مطمنه. زي ما انتوا شايفين الام كده بتنضف الجراوي كده، بتلحسهم عشان تنشط الدوره الدمويه زي ما انا قلت لكم. دي حاجه كويسه. انا طبعا جبت بوكس كده صغير حطيت فيه تيشيرت عشان يكون خفيف عليهم، اقدر احطهم جواه. تمام. واحط نص قطعه عليه كده عشان يكون دفى، وادي مساحه للام تتحرك لو عايزه تقوم، لو عايزه تولد بعد كده الباقي تبقى في مساحه ان هي تتحرك. برضو باكد كذا مره ان انت تنشف الكلاب كويس جدا، اي فوطه ولا قماشه قطن كده، تمسح المايه اللي عليهم خالص، عشان كده كده بيكون الجو اصلا ساقع بالنسبه لهم عشان هم لسه شغالين على درجه حراره جديده، فالجو بيكون ساقع. فانت لازم تنشفهم كويس وبعد كده تديهم للام تسيبها ترضعهم، عشان لما ينشفوا يبداوا يمتصوا لبن كويس وجسمهم يبدا ياخد حراره بسرعه. لكن لو ما خد الحراره بالراحه جسمهم هيكون ساقع وممكن يموتوا. طبعا زي ما انا قلت لكم فصلت الجراوي عن الام كده، حطيتهم جنبيها. طبعا مدفي البلكونه، حطيت فيها النضاره اللي هي الحمراء الكبيره دي عشان تدفي المكان شويه مع البطانيات. لما الام بتتحرك كده في المكان يعني هي خلاص هتجيب واحد تاني، بتدور على حته كويسه ان هي تولد فيها تتحرك. بس هي برضو كانت خايفه عليهم شويه، عماله كل شويه تروح تبص عليهم. انت في الوقت ده المفروض تطمنها، تطبطب عليها شويه. تمام.
طبعا عشان محدش يقولك انت ليه فصلت الجراوة وكده خطر عليهم، انا ما فصلتش الجراوة مدة طويلة، انا فصلت الجراوة يعتبر 10 دقايق بس عشان الكلبة تتحرك تقدر تنظف المكان اللي هي فيه عشان تقدر تولد واحد تاني، اما تتعثرش في الولادة بعد كده. فانا فصلتهم لمدة 5 دقايق او 10 دقايق، وبعد كده هنزلهم تاني تلحس فيهم وترضعهم عشان تنشط الدورة الدموية. ودي مشكلة ناس كتير غلطت فيها، طبعا هعمل لكم عنها حلقة مخصوص. الكلاب كلها بتموت مرة واحدة بسبب ان هم فصلوها عن الام. يعني ممكن واحد يفصل الكلب عن الام او الام يطلع عندها مشاكل في اللبن ولا حاجة، يعمل مشكلة كبيرة قوي برضو. دي بعمل حلقة عليها قريب. دلوقتي انا هسيبكم تكملوا الولاده عشان عارف ان انا ازعجتكم طبعا بصوتي الجميل. فهسيبكم تكملوا الولاده. لو اي حد عنده اي سؤال يقدر يبعت لي، طبعا هسيب لكم رقمي تحت الفيديو وهسيب لكم الانستجرام بتاعي. اي حد عنده اي سؤال يقدر يبعت لي على طول. لو في اي معلومه جديده انا لاحظتها في نص الفيديو نسيت اقول لكم عليها في الفتره دي هقولها لكم في نص الفيديو، طبعا ما تقلقوش يعني. طبعا حاجه مهمه جدا جدا نسيت اقولها انا طبعا يعني معلش، لازم تخلي ميه جنب الكلب على طول، او ميه وعليها مثلا كيلو لبن. يعني ممكن تجيب لتر ميه وعليه كيلو لبن تسيبه في طبق جنب الكلب عشان الكلب ساعات بتعطش طبعا. لو الميه باللبن دي بتديها فايده كويسه وهتسرع عليها الولاده. طبعا زي ما قلت لكم انا شلت الجراوة 10 دقايق تقريبا، نزلتهم لها تاني عشان يرضعوا. اول ما نزلتهم لها او لاحظتوا كده شفت عملت بطنها ازاي، ده بتزق حاجه يعني كده عايز تولد خلاص هتنزل واحد تاني. هنا هي نزلت راس الجرو، بس انا وقفت الفيديو طبعا ورحت بسرعه. انا وقفت الفيديو ورحت طبعا طلعت راس الجرو، هي بصراحه ولدت الاتنين بسرعه ورا بعض. اول حاجه انا نضفت الجرو التالت طبعا حطيته جنبي عشان يرضع، ورحت بسرعه عند الرابع برضه. هي نزلت رجليه بس حاولت اساعدها كده وشده بالراحه. دي برضه نقطة مهمة برضه لازم تتقال، هي نزلت رجل الكلب بس وقفت عن واحد، طبعا ساعتها نزلت بقى الكلب شدته بالراحة كده من رجليه مش جامد بالراحة خالص. اول ما الكلب نزل كان وشه عليه دم، عشان الناس اللي بتقلق او الناس اللي بتخاف تقول لك ده الكلب كده ميت، الكلب كده لا، الدم ده كان مطرح الام. يعني بعد ما الكلب نزل ام نزلت نقطتين دم فده اللي جه على وشه. يعني الكلب الحمد لله سليم، ام نمسحه بالفوطه وننضفه كل بس المفروض عليك تعمله في الوقت دوت لما الكلبه تولد كلب او تنزل نصه تحاول تشده معاها بالراحه تمام، وتسيبها تاكل المشيمه عشان المشيمه دي بتساعدها بعد كده تكمل باقي الولاده. يعني اكنها بتديها دفعه للباقي تمام، بيكون فيها ماده كده سبحان الله يعني او حاجه بتنشط الهرمون عندها تخليها تزود طالع، فالكلاب بتيجي بعديها تمام. دوت كان الجرو الخامس اللي وشه كان غرقان دم. بعد ما الكلب قصت الحبل السري وكلت المشيمه حاولت اقرب الكلب للكلبه كده قدام عشان تبدا تركز معاه وتلحسه، بس هي ما كانتش مركزه. اول حاجه انا عملتها خدت الكلب بسرعه حطيته في فوطه بدات انشفه كويس جدا. خلي بالك لازم تكون راس الكلب تحت شويه عشان اي ماده جوه مناخيره يعني تنزل على طول، او اي ميه جوه مناخيره تنزل على طول. تبدا تدعكه كويس زي ما انا بدعكه بفوطه كده قدامكم، بعد كده تنزله للكلبه هي تلحس فيه وتنضفه كويس بعد ما انت تنضفه. كده بتلحسه ازاي عشان تنشط له الدورة الدموية. ما شاء الله ما شاء الله. يبدأ يتحرك بسيط يعني. دلوقتي بعد ما هي بتلحسه وتنضفه كده، هي طبعا بتحاول تقربه ببقها ناحية حلمتها، بس انت طبعا لازم تساعدها في الحتة دي. تقربه ببقها، تقرب بقه ناحية الحلمة بتاعتها وتحاول تفتح بقها عشان هو يكون لسه متعلمش يمسك، وبعد كده يتعلم يمسك لوحده. بس هي بتحاول تزقه بس هو بيبعد. نحاول احنا نقربه كده بالراحة، نرجعها لورا كده عشان تستريح. رجعي رجعي يا موكا. 4 دقايق او مثلا تسيبه 3 دقايق بحيث ان هو يحاول يعتمد على نفسه يرضع لوحده. طب لو ما حاولش حاول انت تهدي الكلب خالص وترجعها طبعا زي ما انا بعمل كده. قرب الكلب ويفتح بقه بالراحه بحيث ان هو يحاول يرضع تمام، او يعرف ان هنا في غذاء ليه او هنا في اكل بتاعه يعني. قربه احنا كده قدام الحلمة بالظبط، نحاول نفتح له بقه ولا اي حاجه.
لحد ما يمسك بس يعرف ان هنا في لبن يعني. بصوا شفتوا مسك ازاي. حاول تفضل مثبت ايدك بس عليه شوية كده لحد ما يكمل باقي الماسك. استني يا موكا استني. طبعا بتحاول تنشفه بس احنا عايزينه يرضع، لازم يرضع في اول ساعة دي عشان المعدة عنده تتنشط والدورة الدموية عنده تتنشط. زي ما انتوا شايفين هو بيرضع كده جنب اخواته طبعا ما شاء الله. ممكن نقعد ننشفه بالراحة كده بس هو بيرضع عليه مية. نضربه تاني. شفتوا مسك ازاي طبعا. دي ماسك اهو. لو لقينا ساب نحاول نبص على الحلبة نشوف هي فيها لبن الأول ولا لأ، عشان ممكن تكون مفيهاش لبن اللي هو بيحاول يرضع منها دي أصلا. هنا طبعا ما شاء الله يعني الله أكبر كلهم كلوا بطنهم باينة يعني من دلوقتي كده، كل واحد أكل الكمية بتاعته الكافية يعني، كلهم شبعانين هيبدأوا يناموا. لازم نمسح الحلمات كلها كويس يعني قبل ما كل واحد يرضع منها، عشان لو في أي تراب ولا أي حاجة ما تأذيش معدتهم من أول يوم. ما شاء الله ما شاء الله يعني لازم كل واحد يقول ما شاء الله. طبعا هنا الكلبة كانت جايبة 5 ولسه ما ولدتش الباقي يعني الحمد لله، بس ما شاء الله هي حضناهم كويس جدا ومدفياهم كويس. انا كل يوم هتابع معاكم الكلاب واقول لكم انا باكل الكلب ايه كل يوم الصبح، وهل الكلاب كبروا ولا لا، كل واحد اكل كمية قد ايه، كل الكلام دوت هقوله لكم كل يوم. يعني النهارده هنزل الفيديو مثلا، بكره هوريكم مثلا شكل الجراوة عامله ازاي، بعد اوريكم شكل الجراوة عامله ازاي، بدي الام وجبات ايه، الكلام ده كله هتعرفوه. تابعونا، واللي مش عامل سبسكرايب ينزل يعمل سبسكرايب في القناه، واللايك لو الفيديو عجبكم. شكرا جدا. نحط مثلا في الحلمة دي في حلمة هنا بطوزي. كده مش كان عمال بيتدلع، اللي بحسه جعان او ما خدش كفايته من اللبن بجيبه في اخر حلمتين دولت، اللي هما الحلمتين اللي قبل الاخير اللي تحت رجليها دولت، بيكون فيهم لبن اكتر من اي حلمه في جسمها. يعني ده بس عشان ده لسه جاي كده ماكلش خالص وعمال يعافر. ماشي ده برضه كويس عشان لسه مبلول، متأكد ان هما كلهم نشفوا يعني. بالراحة خالص كده على ظهره. اهم حاجة في اول ايام دي ان انت ترضعهم كويس كل ساعة، محدش طبعا يلمس راسهم، محدش يشيلهم كتير، لما تيجي تشيل حد شيله بالراحة خالص كده تمام. حاول تحرص انت بعد الاكل طبعا ان الكلب تقعد تلحس فيه شوية كده من عند معدته عشان تحرك له الدورة الدموية طبعا. هنا طبعا زي ما انت شايفين الحبل السوري يعني، طبعا زي ما انت شايفين الحبل السوري لسه ما فاكش يعني عشان دي اول يوم، هي بس بتقعد تلحس فيه كده شوية لحد ما تنضفه ان شاء الله. بعد ما ياكل شوية كده
بعد ما الكلب ياكل شويه تديه للكلبه كده عشان تعرف تلحس فيه. بتلحسه كده بتخليه، بص، بتنشط الدورة الدمويه، بتخليه يعمل حمام. شايفين كده بتلحس فيه ازاي؟ لما بيعمل كده تلاقيه هادي خالص، اول ما يهدى كده معناه انه خلاص عمل حمام. بصوا كده اتفرجوا، عمال يزن بيزن، عمال بيزن، بس هي عمالة بتلحس فيه. مرة واحدة هتلاقيه هادي خالص ونام. شايفين كل شوية الصوت عمال بيقل كده، هو يعني بيعمل حمام، هي بتنضفه. شايفين هادي خالص ازاي؟ كل ما بتلحس فيه الكلب بيهدى خالص وبيقعد. سامعين مفيش صويت ولا في أي صوت. بص شايله ازاي بالراحة، ايدي كلها تحتيه، ماسكه بالراحة خالص. بص طبعا ماسك الكلب، نقربه الأول تحتيه عشان يعرف ياكل. هي كل شوية بتروح عند واحد بتلحس فيه عشان تخليه يعمل حمام ويعرف ياكل باقي الأكل بتاعه. شايفين بتلحس فيهم ازاي؟ بالراحة أنا هطلعهولك. شايفين؟ عايز تلحس فيه بتنضفه. ده الجرو السادس. اول ما نزل كان نازل بالكيس مش عارفه تفتحه، هي عماله تلحس فيه بس مش عارفه تفتح الكيس. لازم انت تتدخل بسرعه جدا في الوقت ده عشان الكلب نفسه ما يقفش. تفتح الكيس بسرعه وتشيل الكيس من على وشه عشان الكلب يبدا يتنفس. لازم اول حاجه تفتح الكيس من على وش الكلب. شايفين اول ما فتحت الكيس الكلب برده لسه ما خدش نفسه، عمال يهز راسه يمين وشمال لحد ما اول نقطه ميه تنزل من مناخيره. اول ما ميه تنزل من مناخيره يبدا يتنفس طبيعي. هي هنا ما نزلتش كلب كامل، نزلت نصه بس، والحبل السري والمشيمه كل حاجه جوه. تمام. حاولت ادخل ايدي كده اشد الحبل السري بالراحه، تمام، عشان ما اقطعش الحبل السري من حته قريبه. لو قطعت الحبل السري من عند بطنه الكلب ممكن يموت. فحاول تشد الحبل السري من جوه على قد ما تقدر بحيث انت تقطعه من جوه ما تقطعوش من بره. لو الحبل السري اتقطع من بره الكلب كده في معدته مش مشكلة هتقفل خالص. عشان الكلبة نزلت الكلب ولسه ما نزلتش الحبل السري. دي كانت اكبر مشكله واجهتني في الولاده بصراحه. يعني انا وقفت قدامها شويه كده، ما كانش ينفع اقطع الحبل السوري على طول. لو قطعته كان الكلب اتصفى ومات. كان لازم احاول اشد الحبل السوري من جوه واطلع الكيس نفسه بتاعه عشان الكلب يبدا يفك واحده بواحده. ولكن انا لما مديت ايدي عشان حاولت اجيب الكيس لقيت الكيس اصلا لسه مقفول عليه، يعني لسه ما اديتش مساحه للكيس يطلع. حاولت اشد اقصى حاجه من الحبل السوري من جوه، يعني حاولت اطلع الحبل السوري. شفتوا ازاي؟ حاولت اطلع اقصى حته من جوه بحيث ان انا ما اقربش من بطنه عشان ما اقطعش حته غلط موت الكلب معايا. قطعت الحبل السوري من جوه بصابعي كده بالراحه، طلعت الكلب طبعا طلع الحمد لله سليم. نطلع بقى بعيد عن الوساخة كده القرف ده، نجيبه على جنب كده ننضف فيها براحتها. ننضفه ازاي؟ تلحسيه في كل حتة لحد ما يبدأ يتنفس. معلش انا بعتذر لكم عن التصوير طبعا، بس انا كنت متلاوج وكنت مركز مع الكلب عشان الكلب اتزنق جوه، معرفتش اصور مظبوط يعني. بس هقولكوا عليا واتمنى يكون الفيديو عجبكم يعني. ده احنا ننضفه، اوقف الفيديو عشان اعرف انضفه وارجع لكم تاني.
الحمد لله كده كانت الكلب خلصت ولاده طبعا يعني. الحمد لله كلهم كانوا سلام، ان شاء الله كلهم يعيشوا يعني باذن الله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اي حد عنده اي سؤال طبعا يقدر يكلمني على طول، ويقدر يبعت لي مسج على الانستجرام، ولا اي حد عايز اي سؤال يعني تحت امركم. وشكرا.